ايه الفرق بين الهبد والارتجال؟ يعني ايه هبد ويعني ايه ارتجال الاول؟ الهبد هو ان انا بقول لك اي معلومه كده تخطر على بالي بدون مراجعه، بدون تمحيص، بدون تدقيق في المعلومه. بديك معلومه وخلاص، وقد تكون صح وقد تكون غلط. ولكن الارتجال هي عمليه من الاسترسال في الكلام والحديث بدون نص معد مسبقا من خلال الذاكره، يعني عن طريق الذاكره وعن طريق المعرفه الخاصه بالشخص، غيبا بدون ما يبص في ورقة ولا في كتاب ولا في نص مكتوب ولا في سكريبت وهكذا. والارتجال دي مهارة مشهورة جدا عند الممثلين والفنانين. تلاقي دايما ايه ارتجال فني، بالذات في المسرح بيبقى اي نعم محكومين بالسكريبت وبالكلمات وهكذا، لكن تلاقي بعض الاحيان كده الممثل بالذات الكوميدي يطلع لك بره النص ويرتجل. زي مثلا عادل امام مشهور جدا بالارتجالات بتاعته. تلاقي مثلا طلع بره النص، عمل لك كلام مختلف او طلع بره النص، فتلاقي الناس اللي حواليه يبصوا له كده باستغراب: انت ازاي طلعت بره النص اثناء التصوير؟ تخيلوا، اثناء التصوير ارتجال. فالارتجال مهارة مش اي حد يمتلكها، والارتجال بشكل عام احد اهم مهارات العصر، اللي بدونها قد تفقد بعضا من جمالياتك وبعضا من كاريزمتك قدام الكاميرا، او قدام بشكل عام اي لقاء تلفزيوني، او حتى قدام في اي مجال بتشتغل فيه، او مجال اعلامي، او حتى القاء جماهيري وهكذا. ده الفرق بين الارتجال وبين الهبد. طب هل الهبد سلبي طول الوقت؟ وهل الارتجال ايجابي طول الوقت؟ عشان احنا برضو نحط الصورة كاملة قدام المشاهد عشان برضو يكون واضح وفاهم. الهبد والارتجال، الهبد بعض الاحيان قد تكون ايجابي. ليه بقى؟ انك انت يعني كلمة هبد دي كلمة سلبية، عند اغلب الناس واخدين عنها فكرة سلبية. ولكن قد يكون معلومة غير شائعة وغير تقليدية، انت مثلا بتتبناها، هيقولوا الناس عليك على طول: ده انت بتهبد، انت تقول اي معلومة وخلاص. ولكن قد تكون المعلومة دي على فكرة، ده كان يعني كلام اينشتاين ده قبل ما ينشر آه، نظريته العامة والخاصة، كان عبارة عن هبد في نظر أغلب الناس. إيه الهبد ده؟ إزاي يعني؟ إزاي سرعة الضوء، أو إزاي الجاذبية، أو إزاي الحاجات دي كلها تكون نسبية مش مطلقة؟ إزاي مثلا تكون يعني مواضيع كلها فنية في الفيزياء. الفكرة هنا إن ممكن واحد يجيب لك أفكار جديدة من العدم. قد تكون في بداية الأمر الناس ينظرون لها أنها هبد، ده هبد مش حقيقة. لكن بعد ذلك قد يحمل لواء تلك الأفكار جماعة قليلة من البشر، وفي النهاية هم اللي ينشروا، ويصبح كلامهم هو السائد. وأصبح المكانة في الماضي هرطقة وهبد وكلام مش منطقي، أصبح بعد ذلك هو السائد وهو الشائع في الزمن بتاعهم أو الزمن اللي بعديهم بشكل عام. دي مسألة الهبد. وعلى فكرة الهبد ده، لولا الهبد ما كانش ظهرت النظريات العلمية. لولا الهبد ما كانش ظهرت النظريات العلمية. لأن بشكل عام أي نظرية علمية جديدة بتظهر في الساحة هي عبارة عن هبد في نظر أغلب الناس. دي نقطة. الحاجة المقابلة الارتجال. بعض الأحيان الارتجال ممكن يكون سلبي. ممكن في بعض الأحيان الارتجال يكون سلبي. ليه بقى؟ لأن بشكل عام الارتجال كفعل هو في الأساس قائم على عدم الالتزام بالنص. والخروج عن النص في بعض الأحيان قد يكون سلبي في مسألة إنك أنت بتبقى غير متوقع بالنسبة للجمهور. ده أحيانا بيكون إيجابي وأحيانا بيكون سلبي، إنك أنت مش ماشي على النص بالظبط. وده بعض الأحيان بيكون إيجابي وبعض الأحيان بيكون سلبي زي ما قلت لك. فالفكرة هنا إن الارتجال والهبد الفرق ما بينهم بسيط على فكرة. ولكن امتى انت تحدد اذا كان الشخص ده بيقول لك معلومة هبدية ولا ارتجالية؟ امتى تحدد اذا كان الشخص ده بيهبد ولا بيقول ولا بيرتجل؟ تحدد عن طريق نوع المعلومة اللي هو بيديها لك. هل المعلومة دي جديدة؟ لو جديدة تماما وغير تقليدية، انت غصب عنك هتصنفها في دماغك على انها هبد. في الجهة المقابلة الارتجال، هو انك انت بتتكلم من دماغك، من خلال محفوظك او من خلال كلامك زي ما قلت لك في اول الفيديو. ولكن الارتجال دي مهارة لا يقدر عليها الا جماعة قليلة من البشر. مش اي حد يقدر يرتجل، ولازم تكون دارس كويس جدا في الموضوع اللي بتتكلم فيه.
بالمناسبة الفيديو ده معمول بارتجال ده معمول بارتجال. ف يعني ده فيديو يعني مادة خام للارتجال، ارتجالي 100%. كان معكم دكتور محمد حسن شتاين، أشوفكم في فيديوهات قادمة بإذن الله، وسلام.